بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. يا رب كلكم تكونوا بالف خير. انا هو ما بقتش اتاخر عليكم، بقيت بنزل لكم فيديوهات كتير اهو. ورجعنا بقى لفيديوهاتنا تاني، فيديوهات بقى الاسكان الاجتماعي. قلت كده بقى اعمل لكم فيديو افيدكم باي حاجه. كان في ناس بتسالني على المسافه. هنا الاول المسجد بتاعنا اهو، والناس اللي بيبيعوا قدام المسجد. ماشي. كان في ناس بتسألني على المسافة من الإسكان الاجتماعي ده اللي هو الحي بتاعنا لحد المستشفى بدر، أو اللي هو المستشفى أو الجامعة الروسية. يعني من عند الجامعة الروسية، من عندنا لحد الجامعة الروسية أو لحد مستشفى بدر. المسافة دي قد إيه؟ فقلت بقى النهاردة أعمل لكم فيديو كده وأقول لكم المسافة قد إيه، ومش هفصل الكاميرا خالص. هوريكم كل الطريق وهوريكم المسافة كلها. بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل والاشتراك بتاعكم، عشان بجد بتفرحوني جدا. وعرفوني اللي يدخل عندي جديد يعرفني اسمه ويعرفني هو من انهي بلد علشان ارحب بيكم. بشكر ام داود قوي، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، يا اللي واقفه في ظهري. ربنا يكرمك يا ام داود يا رب يا حبيبتي. ماشي. هنا بقى هو خرجنا من الشارع بتاعنا، خرجنا على شارع مصر. ده اسمه شارع مصر، اللي هي فيه جنينة في النص كده، وعماير من الناحية دي وعماير من الناحية التانية. ده كده شارع اسمه شارع مصر، والجنينة دي اسمها جنينة شارع مصر. عيالي بيحبوا الجنينة دي قوي. ماشي. اهي ده الشارع دوت، هناخد الشارع ده لاخره. ماشي زي ما انتوا شايفين كده. الطريق بتاعنا هو الطريق سهل جدا جدا جدا، والمسافة ما بتكملش حوالي 10 دقايق. يعني 10 دقايق من عندنا لحد الجامعة الروسية، حسب بقى المنطقة اللي انت ساكنة فيها. يعني حسب، انا مثلا في المنطقة دي، في المنطقة A، في المنطقة C. كل واحد حسب المنطقة اللي هو قاعد فيها. يعني الموضوع مش هياخد بالظبط 10 دقايق، 12 دقيقة بالكتير، لأني لو في ناس أبعد مني شوية فالموضوع هيبقى يعني هيزيد دقيقتين تلاتة. فمش موضوع خالص. ممكن تكوني أقرب مني فالموضوع ياخد 8 دقايق 7 دقايق. بصوا هو الطريق سهل جدا جدا جدا. بصوا هو احنا خدنا الجنينة هي لآخرها. هنخش بقى على الشارع الجانبي ده. شارع جانبي هيطلعك على منطقة المصانع. ماشي. احنا هو خلصنا كده. ده كده شارع مصر. اهي كده احنا دخلنا من، يعني لفينا من الصينية ديت، علشان الناحية التانية بيكون فيها مية كتير وكده. فلفينا من الصينية دي هنخش الشارع الجانبي ده اللي انت شايفاه. هنخش هنطلع على بتاع ده منطقة المصانع. هنطلع على منطقة المصانع. هوريكي دلوقتي اهو كده خرجنا على منطقة المصانع. بصوا هي الحتة دي حتة صغننة خالص، ما بتكملش ثواني. ده كده خرجنا على منطقة المصانع. زي ما انتوا شايفين هو اللي على الصحراء اللي هي على اليمين دي بتتبني. فبيعملوا فيها بقى اللي هي الحاجات التحتية، يعني اللي هي المجاري والمية وكده. فالمواسير دي مواسير المجاري اللي هم بيشتغلوا بقى، بيبتدوا يشتغلوا في الأراضي اللي هي الفاضية دي، المناطق الصحراوية دي بيبتدوا يشتغلوا فيها. على ما أظن برضو هيعملوها مصانع، لأن الناحية التانية مصانع مش هينفع يبقى هنا في أهالي. فعلى ما أظن إن هيعملوها برضو مصانع. ماشي. زي ما انت شايفة هو دي منطقة مصانع كلها، بس على فكرة هي مش مضرة في أي حاجة. يعني هي مش بتأذينا احنا في اي حاجة. دي مناطق مصانع ملابس، مصانع حلويات، مصانع كده، مش يعني مش حاجة مضرة. يعني مش حاجة مضرة اللي هي مثلا تبقى أذية الحي بتاعنا، لأن هي دي أقرب حاجة للحي بتاعنا. مش بعيدة عننا، هي قريبة مننا جدا. فهي بصراحة مش أذيانة في أي حاجة، إن هي كلها يعني مش مصانع اللي بتطلع دخان وبتطلع روايح مش حلوة ولا كده. لا، مصانع كلها ملابس، حاجات كلها ايه يعني، حاجات كلها داخلية، مش بتأذينا احنا في حاجة خالص.
ماشية هنا اهو، كل دي منطقة مصانع. هنخرج بقى نخلص منطقة المصانع دي، هنعدي دلوقتي على مدرسة احمد عرابي. مدرسة احمد عرابي دي وراها عماير المخابرات اهي، هي اللي ابتدت تظهر معانا دي. شايفين العماير اللي ابتدت تظهر معانا دي؟ برضو دي اسكان اجتماعي. كل العماير اللي يعتبر في بدر، تلات ارباع العماير دي اسكان اجتماعي. العماير اللي هي الجديدة، في عماير قديمة دي اسكان محافظة، في عماير قديمة يعني اسكانات تانية، بس العماير الجديدة دي كلها اسكان اجتماعي. ماشي. الشارع ده برضو بيخرج على عندنا، او بيجيب على عندنا برضو، يعني ده شارع لسه عاملينه جديد، لسه مسافلتينه وكده ومشغلينه جديد. برضو الشارع حلو، برضو بيودي على عندنا سريع جدا برضو. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده، كل ده احنا لسه في شارع المصانع، منطقة المصانع. ماشي. اهي العماير اللي هي العماير دي كده، دي عماير المخابرات. بصوا عماير المخابرات، فيها العماير المخابرات دي فيها المنطقة التعليمية بتاعت بدر، يعني فيها الإدارة التعليمية. ورا العماير دي في الإدارة التعليمية لبدر. عشان انا جيت ساعة ما ولادي كنت بقدم لهم في المدرسة وبنقلهم وكده، جيت الإدارة التعليمية هنا في بتاع ده، في العماير المخابرات دي ورا المدرسة دي مدرسة احمد عرابي، وراها إدارة بدر. يعني انت لو رايحة إدارة بدر تركبي الميكروباص بتاع مواصلاتي، هينزلك آخر المدرسة دي، هتخشي بقى من جنب المدرسة كده، تعدي المدرسة وتسألي فين إدارة بدر، هيقولولك بقى إدارة بدر فين. هي قريبة برضو مش بعيدة، وممكن كمان تخش لها من الشارع من بره، عشان وانا خارجة منها خرجت على الشارع بره، فممكن برضو تخش لها من الشارع من بره. ودي الصحة المدرسية. كل عندنا الحلو عندنا ان كل مدرسة ليها صحة مدرسية بتاعتها. يعني احنا عندنا هناك المدرسة بتاعتي اللي هي المدرسة اللي قدامي، جنبها على طول الصحة المدرسية بتاعتها. دي مدرسة احمد عرابي، جنبها على طول الصحة بتاعتها. بصوا كده على طول هنخش على الخزان، هنخش يمين، ده مسجد لسه بيتبني جديد، ده هنخش يمين، هنطلع على ايه، على السنترال، وهنطلع على الجامعة الروسية. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده، لو مشينا على طول هندخل على الخزان، لكن احنا مش رايحين الخزان، احنا جاي رايحين عند الجامعة الروسية. هنمشي بقى، هنخش يمين، اللفة اللي هي الدخلة الأولانية يمين، هنطلع على الايه، على الجامعة الروسية. بس لسه اخر الطريق ده. بصوا لنا دلوقتي حوالي 8 دقايق، انا ما فصلتش الكاميرا، ممكن اكون فصلت الكاميرا ثواني بس لحد لما عديت حاجة، لكن انا ما فصلتش الكاميرا، انا ماشية معاكم الطريق كله. هي دي عماير المخابرات اللي انتي برضو بتنزلي عندها تخشي الإدارة التعليمية. ماشي. في الوش كده زي ما انت شايفة كده في الوش دي ده السنترال هو اللي في وشنا كده على طول. ماشي. ده كده اهو السنترال. هندخل هنلف الصينية دي، هنلف اليوترن وهنخش هنكمل برضو على طول، هنكمل على طول. هنطلع على ايه، على مستشفى بدر والجامعة الروسية، الاتنين مع بعض جنب بعض على طول. هنا اهو عدينا كده، ده السور بتاع السنترول، جنبه البنزينة، جنبه على طول دي مستشفى بدر اهي، دي مستشفى بدر. لو كملنا على طول بعدها على طول اللي لازقه فيها دي الجامعه الروسيه، هي دي مستشفى بدر الجامعي، لازقه فيها الجامعه الروسيه. بس كده ده طريقنا للجامعه الروسيه. ماشي. احنا هنلف، انا جوزي بقى طبعا لف وايه وراجعين رايحين على طريق اسماعيليه. ماشي. اهو ده كده طريقنا كده. هنطلع على السوق بتاعنا، السوق اللي هو سوق اليوم الواحد اللي هو بيفتح يوم الثلاث ويوم الاربع. كده اهو دخلنا يمين، يعني ده نفس الشارع، لو دخلنا يمين هنطلع على السوق، لو كملنا على طول هنطلع على الجامعة الروسية.
ماشي. هو الطريق سهل جدا جدا جدا. بص هو بالظبط 9 دقايق من عندي ل... لعند الجامعة الروسية أو مستشفى بدر. بالظبط 10 دقايق بالعربية. لو مواصلات، مواصلات هتكون صعبة شوية عشان هتركبي مواصلتين. يعني مواصلات، يا إما هتركبي مواصلاتي هينزلك عند الدخلة اللي هي عند اللفة دي، عند الملف اللي أنا قلتلكوا عليه. ده هو سوق بدر اللي هو بتاع اليوم الواحد بس، هو بيفتح يوم الأحد يوم التلات ويوم الأربع. بس طبعا ده كان يوم الجمعة، كانوا طبعا قافلين. ماشي. اهو ده الطريق كله زي ما بقولك كده. هتنزلي عند الدخلة اللي احنا دخلنا منها يمين. لو انتي رايحة مشي هتنزلي عند الدخلة اللي هي يمين. مش هتكملي على الخزان، لا هتنزلي عند الدخلة اليمين. هتنزلي وهتمشي الشارع ده كله، هتطلعي على السنترال وهتكملي بعد السنترال. هي مشي حوالي 10 دقايق. لكن لو بعربية اسهل لك جدا. لو بقى تركبي مواصلات هتنزلي الخزان وتاخدي مواصلة تاني توديكي لحد البتاع ده، لحد الجامعة. ماشي. هنا بقى الجهاز القديم هنا بالظبط كده عند اليوترن ده الجهاز القديم. الجهاز الجديد بقى مش هنا. الجهاز الجديد لا عند الناحية التانية، يعني على طريق واحنا رايحين على طريق السويس. لكن واحنا رايحين على طريق اسماعيلية ده الجهاز القديم. ماشي. هنا بقى دي اراضي برضو تبع الحكومة. بس الاراضي دي بقى بيسلمها لهم ويبنوها 3 ادوار بس. يعني دي اراضي الحكومة هي اللي بتخصصها وتتبني 3 ادوار بس، ما بتعلاش عن 3 ادوار. ماشي. حتى لو لاحظتوا هتلاقي كل البيوت دي مبنية 3 ادوار، ما بتتبنيش اعلى من 3 ادوار. كلها طول واحد كده. الناحية التانية دي عماير اهالي عادية. الاهالي عادية انت بتبنيها زي ما انت عايزة، تبنيها دورين، تبنيها دور واحد، تبنيها 5 ادوار زي ما انت عايزة. لكن العماير اللي تبع الحكومة اللي هي على اليمين دي تبع الحكومة، دي بتتبني 3 ادوار بس. يعني العمارة بتبقى متصرح لها بكده. البيت هي بيوت صغننه كده تتبني 3 ادوار. ماشي. وزي ما احنا ماشيين ده كله الطريق عشان نطلع على طريق اسماعيليه. انا جوزي بيحب طريق اسماعيليه بصراحه، مش بيحب طريق السويس، علشان خاطر طريق السويس مش بيكون عليه خدمات. لكن طريق اسماعيليه عليه خدمات عليه حاجات كتير. لكن طريق السويس بصراحه طويل قوي ومش عليه خدمات. يعني مش فيه بنزينه، مش فيه بتاع كاوتش، مش فيه اي حاجه لا قدر الله اي حاجه تحصل. مفيش اي حاجه على طريق السويس. لكن طريق اسماعيليه عليه خدمات كتير. فجوزي دايما بيحب يمشي الطريق دوت. ماشي. هنا بقى هو وصلنا عند عند عماير الياسمين. ده اسمه حي الياسمين. العماير اللي هي على اليمين دي، العماير اللي على اليمين دي اسمه حي الياسمين. ماشي. الناحية التانية عماير اللي اسمها ايه دي، المحافظة، اسكان المحافظة. ماشي. دي صينية الهرم، دي اسمها صينية الهرم زي ما انتوا شايفين كده. دي اسمها صينية الهرم. برضو بنكمل على طول زي ما احنا ماشيين على طول. هو احلى حاجة في الطريق ده ان انتي بتكملي، يعني بتمشي طريق على طول. اهو زي ما قلتلكوا دي مساكن اهي، مساكن الياسمين. ماشي. وبرضو بتكملي على طول زي ما انتي ماشية على طول، ما بتلفيش ولا كده ولا كده. يعني هي ما فيهاش توهة بصراحة. يعني هي بدر كلها تلفيها في اقل من نص ساعة. بدر كلها تلفيها في اقل من نص ساعة وما فيهاش توهة. يعني الشارع ده هيخرجك على نفس الشارع ده، الشارع ده هيخرجك على نفس الشارع ده. فما فيهاش ان انتي مثلا هتتوهي في بدر. لا انا خايفة. بصوا ده المكان دوت عاملينه المولات وكده. يعني دي منطقة مولات، واللي جنبهم ده المبنى اللي جنبهم دي قاعة افراح.
هي قاعة أفراح في الصحراء، بس معلش مش مشكلة، عادي. هنكمل برضو طريقنا ده على طول زي ما احنا ماشيين على طول. بصوا، هو الطريق سهل جدا جدا والله العظيم. يعني اللي يجي يسكن في بدر ما يقلقش ان الدنيا هتكون الطريق طويل او مشوار، او لا بجد مش مشوار. انا باجي من عند ماما لحد بيتي هنا باخد ساعة بالظبط. يعني انت لو رايحة مدينة السلام او رايحة اي حتة، يعني ماما في رمسيس في غمرة، الطريق دوت ما بياخدش معايا ساعة. يعني هي ساعة بالظبط بالعربية، لكن مش مواصلات. لكن مواصلات بصراحة بياخد ساعة ونص، ممكن كمان ساعتين بالمواصلات. لكن بعربيتنا بياخد ساعة بالظبط. هنا بقى دي محطة مترو هليوبلس الجديدة. دي محطة مترو هليوبلس الجديدة. بصوا ما شاء الله جميلة. هم عندنا عاملين محطات المترو في منتهى الجمال، كل محطات المترو، وعاملين كده باركن بره للعربيات. يعني في ناس بيروحوا بعربياتهم بيركنوها. انا جوزي بيعمل كده، بيركن عربيته بره وبيروح يركب المترو ويروح على شغله، وهو راجع يرجع برضو يركب المترو، وبعد كده ياخد العربية تجيبه لحد البيت. فبصراحة عاملين محطات المترو جميلة جدا. احلى حاجة عاملينها عندنا محطات المترو، ومنظمينها بطريقة حلوة جدا. هنا بقى هي دي دخلت بدر وخرجت بدر برضو مكتوب عليها بقى طبعا. ده برضو بتخرجي كده برضو، هو الطريق على طول. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا دي دخلت بدر اهي او خرجت بدر. ده كده بنخرج اهو، بتاخدوا اليوترن دوت. ده برضو طريق، يعني هو الطريق هو اللي بيلف بيكي، انت مش بتعملي حاجة اهو. هو بتاخدي اليوترن دوت وبتكملي برضو على طول يوترن وبتكملي على طول. هو طريق اجباري كده، يعني هو الطريق اجباري، مش انتي اللي بتلفي. هو الطريق اجباري بياخدك كده، بياخدك شمال كده وتكملي على طول. هتلفي برضو اليوترن دوت. برضو اليوترن ده اجباري مفيش برضو حاجة هتتوهك. هو اجباري ان انت بتاخدي اليوترن دوت وبتكملي برضو على طول. في وشنا كده المركز الطبي العالمي، او ده المركز الطبي العالمي. طبعا انت ما بتخشيش بقى الدخلة الاولانية دي هتلففك وترجعك تاني. الدخلة الأولانية دي لا، احنا بنكمل على طول، بتمشي على طول. هتنزلي من الكوبري دوت. هو يعتبر زي الكوبري كده. احنا ما بنخشش الدخلة الأولانية دي، بندخل الدخلة التانية، وفي قدامك دخلتين. الدخلة الأولانية دي هتلففك وتدخلك تاني، لا احنا بنخش اللفة التانية دي اهي، الدخلة التانية دي، وكده بتلففك وتنزلك بقى على طريق اسماعيلية. بس هو ده طريقنا، وده طريقي وانا رايحة عند ماما، او وانا رايحة عند حماتي، او وانا نازلة في اي حتة. ده طريقنا كده. بتنزلي بقى على طريق اسماعيلية، بتاخدي طريق اسماعيلية حسب بقى المكان اللي انت رايحاه. موقف العاشر، مدينة السلام، النهضة، احنا بنروح رمسيس، غمرة، حسب بقى المكان اللي انت رايحاه، المطرية، اي مكان انت رايحاه ده بيبقى طريقنا. بس كده، وده طريقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.